في 12 فبراير سنة 1997 في بكين، راجل عنده 93 سنة لابس جاكيت غامق نازل من أسانسير فندق وبيبص حواليه وبيعد مخارج الهروب. وراه 2 مراقبين من كوريا الشمالية ماشيين قريب منه لدرجة إنهم يقدروا يمسكوه في أي لحظة. بره مستنياه عربية تبع الوفد عشان ترجعه بيونج يانج، ومعاه حوالي نص ساعة بس. الراجل ده مش لاجئ جعان بيهرب في نص الليل، ده مهندس اسمه هوانج جانج يول، الراجل اللي بنى فكر الجوتشي، الايديولوجية اللي موجودة في كل كتاب مدرسي في كوريا الشمالية، وكمان ساهم في دستور البلد. كان واحد من اعلى المسؤولين في الدولة، وعلم كيم جونج إيل ازاي يتكلم في الايديولوجية كأنها نص مقدس. لمدة 50 سنة ساعد في بناء اقوى ديكتاتورية مغلقة في العالم، ودلوقتي هو على وشك يدخل قنصلية كوريا الجنوبية ويخون النظام. لو نجح، النظام هيعاقب مراته وعياله وأحفاده بالقوانين اللي هو بنفسه ساعد يكتبها. التقارير بتقول إن القطار مكون من 15 عربية هينقل حوالي 500 شخص ليهم علاقة بيه لمعسكرات اعتقال هو نفسه ساعد يبرر وجودها. هو كان عارف إن ده هيحصل. طب إيه اللي شافه في النظام اللي صنعه وخلاه يضحي بعيلته كلها؟ وإيه اللي حصل فعلا لأسرته بعد كده؟ هوانج اتولد سنة 1923 في وقت كوريا ما كانتش ملك لأهلها، كانت تحت احتلال الإمبراطورية اليابانية. الأسباب بتتغير والمدارس بتتبدل والمستقبل بيتوزع كأنه بطاقات تموين. لو عايز تفهم ليه فكرة الاعتماد على النفس بعد كده بقت مقدسة، لازم ترجع لطفل شايف بلده بتتعامل كأنها ملك استعمار. كان شاطر وطموح ودايما قلقان وعايز يوصل لحاجة أكبر. سنة 1942 سافر طوكيو ودرس قانون في جامعة تشو، واتعلم ازاي الامبراطوريات بتكتب قوانين وتقول عليها نظام. بعد ما اليابان خسرت الحرب، الخريطة اتكسرت وكوريا اتقسمت نصين. في الشمال السوفيت دعموا مقاتل اسمه كيم إل سونج، كان عنده كاريزما وبيعرف يفضل واقف لآخر لحظة. هوانج انضم لحزب العمال سنة 1946 وهو عنده 23 سنة. التوقيت كان مثالي، الحزب لسه جديد والبلد لسه بتتولد، والناس اللي تقدر تتكلم ماركسية بثقة بقوا ملوك من غير تيجان. سنة 1949 النظام بعتوه موسكو رسميا للدراسة، لكن في الحقيقة عشان يتشبع بالفكر، يتعلم العقيدة والطريقة وازاي يصدق من غير ما يشك. فضل هناك لحد 1953 واتشرب الماركسية اللينانية كأنها دين، واتجوز هناك كمان من ست اسمها باك، شريكة اتكونت معاه في نفس الجو الفكري. لما رجع بيونج يانج طلع بسرعة، بقى محاضر فلسفة وبعدها رئيس قسم وبعدين رئيس جامعة كيم إل سونج. وفي كوريا الشمالية رئيس الجامعة مش مجرد منصب أكاديمي، ده حارس للحقيقة. ومهمة هوانج ما كانتش تعليم الطلبة بس، كانت تعليم الدولة ازاي تتكلم، لأن السلاح ممكن يسيطر على بلد لكن القصص هي اللي بتخلي السيطرة تستمر. في أواخر الخمسينات هوانج لقى حاجة مهمة في خطاب لكيم إل سونج سنة 1955 استخدم فيه كلمة جوتشي اللي معناها ان كوريا تعتمد على نفسها وتكون مستقلة عن اي قوة خارجية. الكلمة وقتها كانت مجرد فكرة، لكن هوانج طورها لنظرية كاملة ليها تعريفات وقواعد وشعارات سهلة تتكتب على لافتات وتدخل عقول الناس. استقلال سياسي واكتفاء اقتصادي ودفاع عسكري ذاتي. الفكرة شكلها نظيف وحتى نبيل، خاصة لدولة صغيرة محاطة بالاتحاد السوفيتي والصين وامريكا. لكن المشكلة القاتلة كانت ان النظرية بتقول ان الشعب هو صاحب السلطة، لكن الشعب ما يقدرش يفسر النظرية بنفسه، لازم حد يشرحها ويجسدها. وفي كوريا الشمالية الشخص ده لازم يكون راجل واحد بس، القائد. كده هوانج بنى فكرة ان القائد هو عقل الدولة والشعب هو الجسد، كيان واحد وفكر واحد وامر واحد. تشبيه شكله انيق لكن نتائجه كانت مرعبة، لان معارضة القائد بقت معناها معارضة البلد نفسها، والشك بقى خيانة، ولو الخيانة مرض يبقى العقاب الجماعي علاج. هوانج ما كانش ساذج، كان مثقف، لكن المثقفين احيانا بيصدقوا انهم بيوجهوا الحصان بينما هم في الحقيقة بس بيزينوا السر. بحلول 1972 بقى ماسك اعلى منصب تشريعي، بيستقبل وفود اجنبية ويوقع قوانين شكلية لان القانون الحقيقي كان الولاء. وفي الخلفية كان في شاب بيراقبه بصبر اسمه كيم جونج إيل، اتقابلوا اول مرة كاستاذ وطالب، وكيم ما كانش لسه القائد العظيم اللي نعرفه، كان شاب هادي بيدون ملاحظات كأنها أسلحة، بيسمع مش عشان يفهم لكن عشان يستفيد. وكان دايما بيرجع النقاش لنقطة واحدة، القائد أهم من الحزب وأهم من الشعب. كيم إل سونج كان بيكبر في السن ومسألة الخلافة كانت كده جاية، وفي نظام وراثي الخلافة مش سياسة لكنها مسألة بقاء. هوانج
ساعد في بناء الفكرة اللي تسمح ان الحكم يتورث، سلطة القائد مطلقة والثورة نفسها بتتورث، والتاريخ كله بيلف حوالين العيلة الحاكمة. القفص كان شبه اكتمل. وفي 1994 مات كيم إل سونج واختفى الأب. الابن بقى هو اللي ورث الحكم، والفيلسوف اللي بنى النظام ابتدى يفهم القاعدة اللي أي صانع بيعملها في الآخر: أول ما الآلة تشتغل كويس بتبطل تحتاج إذنك. طب إيه اللي يحصل لما الطالب يرث قفص اتصمم؟ وقد إيه هياخد وقت قبل ما المهندس يكتشف إنه ما بقاش باني، بقى سجين؟ كيم جونج إيل ما كانش شبه أبوه. كيم إل سونج كان زي قائد حرب، بقى أب للعيلة الحاكمة. شخصيته اجتماعية وبيحب الظهور، وكان ممكن يسمع للناس عشان يستمتع بفكرة إنه بيسمع. كان بيعمل اجتماعات وبيهزر ويطلب حب الناس كأنه ضريبة. لكن كيم جونج إيل كان بيحكم كأنه متأكد إن الكل هيخونه. كان بيشتغل بالليل وبيستخدم قنوات سرية، وبيتكلم عن طريق ملاحظات ووسطاء. ما كانش بيسأل عن رأي حد، كان بيختبر خوفهم. لو كيم إل سونج كان زي نار حواليها ناس، يبقى كيم جونج إيل كان زي أوضة مقفولة فيها لمبة واحدة منورة طول الوقت وبتراقب كل حاجة. هوانج كان عارفه بقاله سنين طويلة، درس له ونصحه، وبعد هروبه وصفه بجملة شبه تشخيص طبي، وقال إنه أناني جدا. وده مهم لأن الجوتشي مش قصيدة، ده سلاح، والسلاح لما يقع في ايد غلط ما بيغلطش، بيتوجه. تحت حكم كيم جونج إيل الكلام اللي كان بيقول إن الشعب هو الأساس اتقلب. شعب ما بقاش السيد، القائد هو السيد. فكرة الاعتماد على النفس اتحولت لعبادة القائد. تخيل تخترع فلسفة اسمها الاعتماد على النفس، وبعدين تتحول لمعنى اعتمد عليا أو تموت. وده مش تحريف، ده تطبيق حرفي للفكرة. بعدها العالم اتغير، الاتحاد السوفيتي انهار، الدعم وقف، البترول وقف، التجارة وقفت. اقتصاد كوريا الشمالية اللي كان ضعيف أصلا انهار تماما، والبلد دخلت مرحلة استخدام كلمات لطيفة لوصف الكارثة. المجاعة اتسمت المسيرة الشاقة، لكنها ما كانتش شاقة بس، دي كانت قاتلة. من نص التسعينات لحد أواخرها مئات الآلاف ويمكن أكتر من مليون شخص ماتوا من الجوع أو أمراض بسبب الجوع. الأرقام مختلفة لأن الأنظمة الديكتاتورية ما بتحبش تعلن أعداد الموتى، ولأن الموت الجماعي صعب يتسجل لما الدولة ترفض تعترف إنه حصل أصلا. لكن هوانج ما كانش محتاج أرقام، كان شايف بعينه. كان بيسافر داخل البلد ويلاقي مصانع واقفة لأن الكهرباء انهارت، الأراضي بتتشقق من غير سماد. في المدن الصغيرة شعر الأطفال بقى لونه مايل للأحمر بسبب نقص البروتين، بطونهم منتفخة من نقص الغذاء، أجسامهم بتاكل عضلاتها عشان تعيش أسبوع كمان. المستشفيات مليانة مرضى محدش قادر يعالجهم لأن الدواء خلص قبل الأكل أساسا. والأسوأ إنه شاف الولاء لسه عايش رغم المجاعة. ضابط إمداد قال له إن الناس ممكن تموت من الجوع عادي لو ده عشان القائد. إنسان بقى شايف غريزة البقاء مجرد شعار سياسي، وده دليل إن النظام اللي هوانج بناه شغال زي ما تصمم بالظبط. السؤال دلوقتي، هل هوانج فاهم اللي بيحصل قبل ما النظام يبتلعه هو كمان؟ كيم جونج إيل كان قدامه اختيار، يطعم الناس أو يغذي النظام، فاختار النظام لأنه فاهم إن السلاح خطر. فتح السوق معناه فتح العقول، وفتح العقول معناه مقارنة، والمقارنة معناها النهاية. هوانج اقترح تغييرات وتخفيف بسيط زي نموذج الصين، مش لأنه حب الرأسمالية فجأة، لكن لأنه فاهم الحسابات. اقتصاد مغلق مع اختفاء الدعم الخارجي نتيجته جوع. كيم جونج إيل رفض، حتى لما اعترف في السر ان الاصلاح منطقي، كان خايف اي تغيير يكشف كل الاسرار المدفونة. حملات التطهير والمعسكرات والدم والكذب وكل اللي الدولة عملته عشان تفضل عايشة، لو فتح الباب الحقيقة كلها هتطلع. هوانج بدأ يخسر نفوذه، الاجتماعات وقفت، الاتصالات اتقطعت، الدعوات اختفت. وفي كوريا الشمالية ما بتترفضش، انت بتتمسح من الوجود. وهنا هوانج شاف اكبر مفارقة، الايديولوجيا اللي خلته في يوم من الايام محمي بقت هي نفسها اللي خلت التخلص منه سهل. هو بنى النظام القائد فيه هو الوحيد المهم، وهو مش القائد، هو مجرد هامش لسه عايش. بعدها جت الرحلة. أواخر يناير 1997 ساب بيونج يانج في زيارة خارجية، الأول اليابان وبعدين الصين، رسميا جولة محاضرات وآخر مهمة ليه، لكن في الحقيقة كانت اختبار أو فخ أو الاتنين مع بعض. يوم السفر مراته خرجت تودعه وعدلت له الجاكيت، وابتسمت ابتسامة الزوجة المخلصة في بلد الولاء فيها زي الأكسجين. كان ممكن يقول لها الحقيقة لكنه ما قالش، لأن الحقيقة في كوريا الشمالية لو اتقالت بصوت عالي بتتحول دليل إدانة، فودعها بعينيه مش بكلامه، ودي كانت آخر مرة يشوفها. السؤال ما بقاش هل يقدر يهرب، السؤال بقى هل يقدر يمشي وهو عارف ان الدولة هتعاقب مراته وعياله وأحفاده بنفس القوانين اللي هو كتبها. لكن السؤال الأظلم،
هل النظام محتاج يعاقبهم اصلا ولا بقوا رهائن من اللحظه اللي خرج فيها؟ طوكيو كانت المفروض تكون نقطه الهروب. هوانج وقف قدام جمهوره وقدم محاضره عن الجوتشي. المفارقة ان الراجل اللي ناوي يهرب من سجن كان بيشرح ليه السجن ده ناجح. كلامه كان مرتب وهادئ وهو بيشرح الفكر، بينما عينيه بترصد كل حاجة حواليه وتحسب المخاطر. كل إيماءة وكل ابتسامة من الحضور كانت جزء من خريطة في دماغه عن مين بيراقبه ومين ممكن يشكل خطر. المحاضرة كانت تمثيل واستطلاع في نفس الوقت. من بره شكله هادي، لكن من جوه كان بيراقب اللي بيراقبوه. في اليابان الشبكات الموالية لبيونج يانج كانت محاصراه. يوم 5 فبراير في الغداء الناس لاحظوا انه مرهق ومشتت كأنه بيحل مسألة صعبة، وفي حد بيخبط بسكينة على الترابيزة. ما هربش من طوكيو وركب الطيارة لبكين. يوم 12 فبراير وهو ومساعده كيم دونج سابوا الوفد بحجة انهم رايحين يشتروا حاجات، حجة مملة جدا لان الملل آمن. ركبوا عربية وفي الكرسي الخلفي الفيلسوف عمل اخر حساب في حياته، مش هل هيتقبض عليه لكن مين هيموت او ما اتقبضش عليه. قبل الظهر وصلوا القسم القنصلي لكوريا الجنوبية. مفيش مطاردة ولا اطلاق نار، مجرد باب دخلوا قعد وكتب بيان بايده. بدأوا بجملة كأنها اعتراف وتحذير في نفس الوقت. قال ان الناس هتشوفه مجنون لانه ساب كل حاجة، واحيانا هو نفسه حاسس انه مجنون. لو سألت الهروب شكله ايه، فهو مشكلة راجل قاعد مستقيم قدام ورقة، لان الورقة هي الحاجة الوحيدة في الأوضة اللي مش شايلة سلاح. كل كلمة كتبها كانت شايلة وزن سنين من التعليم والولاء اللي اتحول لخيانة. بعدها الأزمة انفجرت. كوريا الشمالية قالت انه اتخطف. الصين حصرت المبنى بحراسة مشددة. الشرطة المسلحة طوقت المكان. رسائل دبلوماسية بعتت بين بكين وسيول وبيونج يانج. كوريا الجنوبية رفعت حالة التأهب العسكري. مسؤولين من كوريا الشمالية حاولوا يدخلوا القنصلية بالقوة بعد ما انتشر خبر ان اعلى مسؤول يهرب من النظام في تاريخه موجود جوه المبنى. هوانج بقى محبوس في قطعة ارض كورية جنوبية صغيرة داخل الصين، حواليه سلاح صيني وغضب كوري شمالي بيزيد ضغط جوه غلاية. 3 حكومات بيتخانقوا على راجل عجوز ومفيش حد فيهم يقدر يتراجع الاول. فضل هناك 34 يوم بينام تحت نور ابيض قوي وبياكل اي حاجه تجيله وبيسمع صوت خطوات لان الخطوات معناها قرارات. الراجل اللي كتب قبل كده سيناريو الطاعه الوطنيه بقى دلوقتي قاعد مستني حكومات تانية تقرر يعيش ولا يموت. الوقت بقى ماشي بشكل غريب، الدقيقه بتحسها ساعات والساعات بتحسها ايام. كل صوت وكل همسه بعيده ممكن تكون اشاره خطر او امل. في المساحه الصغيره دي السياسه والخوف والتاريخ كله اجتمع حوالين انسان واحد. كوريا الشماليه هددت باجراءات مضاده، والكلام ده في لغتهم ممكن يعني مدفعيه او هجوم او حتى رصاصه بعد سنين في بلد تانية ومن شخص تاني خالص. كيم جونج إيل بعت رسالة في الراديو الرسمي قال فيها ان الجبناء يمشوا لو عايزين. شكلها جملة عادية لكنها كانت رسالة مباشرة لهوانج، معناها ان حياته بقت مستباحة لأي مسؤول شايفه في بلده، ومعناها ما تحاولش. الصين كانت محتاجة حل ما يحرجش حد، لان احراج كوريا الشمالية ممكن يخليهم يردوا بتجربة صاروخ كنوع من العند. فبكين رتبت طريق غير مباشر. هوانج ما راحش سيول على طول، اتبعت للفلبين وقعد هناك 33 يوم كأنه في محطة انتظار، رغم انه بالفعل نط وخد قراره. اخيرا في ابريل 1997 وبعد 67 يوم من دخوله القنصلية ركب طيارة لكوريا الجنوبية. طيارات مقاتلة رافقته كأنه رئيس دولة، وبشكل ما هو فعلا مهم جدا لانه شايل معاه اقرب حاجة لدليل يشرح طريقة عمل نظام كوريا الشمالية. السؤال بقى ازاي الدكتاتوريات تعاقب خائن مش قادرة توصله؟ كوريا الشمالية بتعاقب الخيانة زي المرض، بتحرق القرية كلها. فكرة اسمها الذنب بالقرابة. العقاب بيشمل الاجداد والاباء والابناء واحيانا الجيران وزملاء الشغل واي حد قريب منه حتى لو مجرد زميل دراسة. المنطق قاسي وما فيهوش رحمة. اي علاقة حتى لو ضعيفة ممكن تحول حياة انسان عادية لكابوس، وهوانج كان عارف ده لانه ساعد في تبرير نظام شايف القسوة ضرورة. بعد هروبه بدأت اخبار عن اعتقالات جماعية مرتبطة بيه، افراد عيلته وطلابه ومعارفه وحتى ناس كانت بتمشي معاه في نفس الممر. في تقرير قال ان العدد وصل لحوالي 500 شخص. الدولة جهزت قطار 15 عربة عشان ينقلوهم. تخيل طفل صغير بيطلب حلوى من جده وهو بيركب القطر ده. المنطق هنا آلي جدا. النظام بيعلم درس مش محتاج يكرره، ما تبقاش قريب من شخص بيفكر. تحقيقات حقوق الإنسان قالت إن عيلته اتنقلت بالقطار لمعسكرات احتجاز في أماكن سرية بيتحول فيها الاسم الرقم. الرعب هنا مش سينمائي لكنه إداري. قائمة أسماء وخبط على الباب وعربية نقل ومحطة قطار. خطوات منظمة وباردة
كأن العقاب محتاج دقة مش غضب. هوانج شاف القوانين اللي كتبها بتطبق على عيلته. تقارير كتير قالت ان مراته باك ماتت بعد كده بفترة قصيرة بالانتحار، وبنته كمان ماتت في ظروف غامضة، ومصادر مختلفة اختلفت في التفاصيل، لأن النظام ده مش بس بيقتل لكنه كمان بيمحي الحقيقة. في سيول هوانج توقع يبقى سلاح ضد النظام، لكنه بقى شخص تحت الحماية. عاش في بيت آمن تحت حراسة مستمرة. المخابرات الكورية الجنوبية حققت معاه بالتفصيل، لأنه يعرف ازاي القرارات بتتاخد في بيونج يانج، وكمان ازاي الولاء بيتصنع. لكنه واجه مشكلة سياسية، لأن كوريا الجنوبية في أواخر التسعينات كانت بتحاول تتقرب من الشمال بسياسة اسمها الشمس المشرقة، حوار ومساعدات وقمم سياسية على أمل إن التقارب يخفف النظام. لكن هوانج ما كانش مناسب للفكرة دي، لأنه كان تحذير حي، كان بينتقد وبيرفض يسكت عشان ما يحركش المفاوضات، فتم تهميشه واتقيدت تحركاته بحجة الأمان، واتشال من منصب بحثي مهم. اشتكى ان الجنوب عايزه هادي عشان ما يعطلش مشروع التقارب. الراجل هرب من ديكتاتورية واصطدم بديمقراطية بتفضل الراحة احيانا. بعد كده ظهر خطر ثالث وهو الاغتيال. في 2010 المدعي العام في كوريا الجنوبية اعلن 2 ضباط من كوريا الشمالية دخلوا البلد متنكرين كلاجئين بعد تدريب سنين على مهمة واحدة، وهي مراقبة هوانج والتقرب منه وقتله، وسافروا عبر تايلاند ودخلوا برنامج إعادة التوطين زي أي لاجئ حقيقي. وفي رواية أخرى إن أوامرهم كانت قطع رقبته. النظام استخدم طريق الهروب نفسه كسلاح. رد فعل هوانج ما كانش خوف، لكنه استسلام لفكرة إن موته مش أهم حاجة، المهم إن النظام اللي بناه لسه عايز يقتله، ولو السجن يقدر يطارد مهندسه خارج حدوده يبقى ايه امل اي حد جوه. ورغم كده كمل شغله وكتب اكتر من 12 كتاب، وعمل محاضرات واسس مركز ابحاث اسمه مجلس الديمقراطية والتوحيد، واشتغل مع منشقين واكاديميين شايفين ان النظام ممكن يكون ضعف من الخارج. يحول الفلسفة لسلاح ضد الدعاية اللي هو نفسه ساعد في تقويتها. اكتشف نوع جديد من الوحدة. في كوريا الشمالية الكل كان بيوافقه خوفا على حياته. في كوريا الجنوبية الناس اختلفت معاه بحرية. في ناس شافته بطل ضحى بكل حاجة، وناس شافته شخص استفاد من الظلم 50 سنة قبل ما ضميره يصحى. ناس شافته مفيد وناس شافته خطر. الإعلام كان بيتغير رأيه حسب الجو السياسي، وده بيحط أي شخص بيتابع القصة في سؤال صعب: قد إيه تستحق تتعاطف مع شخص ساعد يبني سجن وبعدين حاول يهرب منه؟ مفيش إجابة سهلة، وده سبب ان القصة تفضل عالقة في الذهن. في 2003 سافر امريكا بعد سنين من العزلة واتكلم في الكونجرس وقابل مسؤولين. وجود الراجل اللي علم كيم جونج إيل في واشنطن كان غريب لدرجة انه اتصور كتير. قال ان النظام اضعف مما يظهر وان الخوف موجود، لكن في معرفة صامتة جوا بيونج يانج ان الحاكم بشر. لكن الحكومات سجلت كلامه كتحليل مثير للاهتمام، واستمرت السياسات كما هي، لأن العالم بيحب الأسرار طالما لا تجبره على التصرف. يوم 10 أكتوبر 2010 اتوجد ميت في حوض الاستحمام. الشرطة قالت فشل في القلب من غير سم ولا اقتحام، نهاية عادية لجسم عجوز عنده 87 سنة. وفي نفس اليوم كوريا الشمالية عملت عرض عسكري ضخم في ذكرى حزب العمال. كيم جونج إيل واقف وكيم جونج أون الشاب ظاهر جنبه. العيلة كملت الحكم. الجوتشي مازال موجود في دستور كوريا الشمالية كمبدأ أساسي. مهما اتغير الاسم يفضل النظام شغال بنفس الفكرة. هوانج قدر يهرب من البلد، لكن البلد ما هربتش من النظام اللي بناه. قضى نص حياته بيبني قفص معقد لدرجة انه بيشتغل لوحده، وقضى النص التاني مرعوب لانه ما بقاش محتاجه. ودي يمكن اكتر فكرة مرعبة في القصة. الوحش ما بيموتش لو صانعه مشي، بيكمل ويعيش ويعلم الأطفال نفس الكلام اللي اتكتب زمان، بيكافئ المطيع ويمحي الفضولي. القطارات بتمشي في مواعيدها حتى اللي شايلة سجناء. في بيونج يانج دلوقتي ممكن حارس ما يعملش حاجة بطولية، بس يقلب صفحة في كتاب مدرسي، لأن القفص مش مصنوع من حديد لكنه مصنوع من أفكار. هوانج خرج لكن المخطط فضل. حوالي 25 مليون شخص لسه عايشين جواه، ويمكن طفل دلوقتي بيردد كلماته من غير ما يعرف اسمه. وده دليل ان بعض السجون مش محتاجة حراس بس محتاجة افكار. ودي نهاية فيديو النهاردة، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام.